بتبدأ حكايتنا مع هاندا اللي بنعرف ان هو طالب ثانوي وفي سنة تانية، وبيعرف يرسم كمان بخط حلو، وبيكون اشهر طالب في المدرسة، وبيكون مظهره حلو، والطلاب طبعا كلها بتكون معجبة بيه. لكن بسبب سوء التفاهم هندسي بيعتبر معاملة الناس الحلوة كأنها تنمر يعني، وده بيخليه ياخد جنب لوحده كده وينعزل عن باقي زمايله. المهم ان هو بيجي في يوم بيلاقي رسالة في خزانته، وبسبب تجاربه السيئة بيفتكرها رسالة تهديد، وبعد شوية تفكير بيقرر ان هو يرميها في الزبالة. ولكن بعد ما بيرميها بيكتشف ان في بنت اسمها مايكو هي اللي بعتت له الرسالة، واول ما بتشوفه هو بيرميها صاحبتها بتطلب منه ان هو يعتذر لها، وجيرو بتقول له ان مايكو كانت بتعاني وهي بتكتب له الرسالة ديت طول الليل. فهاندا بيعتذر لمايكو وبيقول لها هو انت كنت كاتبة ايه جوه الرسالة ديت. المهم ان هي بتطلب منه ان هو يقابلها ورا سور المدرسة. فهاندا طبعا بيبدأ ان هو يفكر ويفتكر انهم هيتنمروا عليه، وبيكون خايف منهم جدا. المهم ان جيوري بتبدأ تبص عليه كده، هو طبعا بيكون مرعوب منها جدا. المهم ان هو بيكون عاوز يبعت رسالة للبنت لكنه مش بيكون عارف اسمها، لكنه بيقرر ان هو يبعت رسالة لجيوري. المهم ان في اللحظة دي المدرس بيطلب منه ان هو يحل مسألة رياضيات كده على السبورة، وهو طبعا بيحلها بكل سهولة. المهم ان جيوري بتكون متضايقة من هاندا علشان على طول بيكون باصص لها، وجيوري بتكون معجبة بهاندا بس في السر يعني، وهي طبعا بتكون عاوزة تعترف له بحبها بعد ما اداها رسالة بخط جميل. وجيوري طبعا بتكون فاكرة ان هاندا بيعترف لها بحبه، ولكنها بتحس بالذنب انها ممكن تكون بتخون صاحبتها مايكو. المهم ان في الغدا جيرو بتتضايق من مايكو علشان بتقول لها انها مصاحباها عشان هي اوحش منها. المهم على اخر اليوم هاندا بيكون قلقان ان مش بيكون في اي رد من مايكو، لانها طبعا المفروض تستلم الرساله من جيوري، ولان الخطه مش بتمشي زي ما هو عايز فهو بيقرر ان هو يقابلها بعد المدرسه وعلشان يوضح لها سوء الفهم اللي حصل معاهم. المهم ان هو فعلا بيروح ورا سور المدرسه زي ما هم قالوا له، بيلاقيهم هم الاتنين بيكونوا مستنيين، والكل طبعا بيكون عاوز يعرف ايه اللي يحصل ما بينهم. واول ما بيشوف هو ناس كتير بيكون متوتر جدا. المهم ان مايكو بتدي رساله، فجيورو بتحاول انها تمنعها ان هي تحترف له بحبها علشان جيورو بتعتبر مايكو دلوقتي بتكون عدوتها، وبيكونوا بيتخانقوا على هاندا. وهاندا اول ما بيلاقيهم بيتخانقوا بيسيبهم وبيمشي على طول، واول ما بيمشي هاندا بيقول لهم ما تتخانقوش مع بعض على حاجات تافهه، بيقول لهم ياخدوا بالهم من بعض بدل اللي بيعملوه دوت. بس مايكو بيتصمم انها تدي له الرساله برضه. المهم ان هاندا بيقول لها انها خطها بيكون وحش جدا، فمايكو بتكون زعلانه جدا من اللي قاله هاندا دوت وان هو اتنمر على خطها. المهم ان جيورو بتقول لها انها تروح دروس الخط علشان تقدر تعترف له بحبها. المهم ان هاندا بيكون بيصوت لواحد علشان يكون الامين للفصل. المهم ان بيكون في واحد اسمه ايزو بيترشح على طول لرئاسه الفصل. المهم ان هاندا بيكون مستغرب جدا هم ليه رشحوه مع انه هو ما رشحش نفسه للانتخابات ديت. المهم ان بسبب ان كان في واحد من الطلبه غايب فانتهى التصويت دوت بالتعادل. المهم ان هاندا كان عاوز ينسحب لكن بيلعبوا حجر ورقه مقص وهاندا للاسف هو اللي بيفوز يعني، وهاندا طبعا ما كانش عاوز يمسك رئاسه الفصل فبينسحب علشان ايزو يمسك مكانه. وايزو بيكون فاكر ان هاندا عمل كده علشان صعب عليه، وفي النهايه هاندا هو اللي بيكسب في رئاسه الفصل. وايزو بيكون نائب الرئيس وبيوعد ان هو يساعده على قد ما يقدر. وبعد كده بنشوف طالب اسمه ناكايدو وبيكون شغال كعارض ازياء، والطالب دوت بيكون مشهور جدا. لكن اول ما بيزامل هاندا بشهرته بتقول يعني بالنسبه لهاندا، وهو طبعا مش بيقبل ان هو يكون اقل من هاندا فبيقرر ان هو يمشي وراه علشان يعرف ايه هي سر شهرته. لكن مع الوقت بيفقد اثره وبيفضل يدور عليه لحد ما هدومه بتتوسخ. المهم ان بعد شويه بيشوف هاندا وهو داخل مكان للادوات الترفيهيه، وطبعا علشان ما فيش وكاله توظف هاندا فهو بيحاول انهم يمنعوه ان هم يشوفوه. ولكن بعد التعب ده كله على طول هم بيشوفوا هاندا ويطلبوا منه ان هو يلبس ماركه من بتاعتهم. المهم ان هاندا بيرفض طلبهم وبيحط الهدوم على نيكايدو. المهم ان في الوقت دوت نيكايدو بيلاحظ ان هاندا بيكون شخص طيب جدا، وهو ده اللي مخليه مشهور. ومن ساعتها نيكايدو مش بيهتم للشهره وبيختار ان هو يتقبل نفسه بعد ما اتطرد من الوكاله. المهم ان بعد كام يوم بيطلب من هاندا ان هو يلخص لطالب اسمه كاسكوي، لان الطالب دوت طبعا بيغيب اغلب الوقت وكرئيس الفصل لازم يهتم بالفصل كله. وفي الاول طبعا بيكون مكسل ان هو يروح لتاستو لكن في النهايه بيروح وبيفضل ان هو يرن الجرس لكن محدش بيرد. المهم ان في اللحظه دي بيظهر طالب وبيقول له ان هو بيكون تاستوي، وهاندا طبعا بيكون مستغرب جدا ان شكله بيكون مختلف عن الصوره جدا، وشكل تاستوي اللي في الصوره دوت كان ضعيف جدا علشان كده الطلاب كانوا بيتنمروا عليه على طول. وهو طبعا كان زعلان جدا لحد ما شاف اعلان كده ازاي تكبر جسمك 5 اضعاف وازاي تخلي جسمك مليان عضلات. فهو طبعا بيمشي على التمارين ديت لمده 5 اسابيع وجسمه طبعا بيكبر بسرعه ومحدش طبعا بيقدر ان هو يتنمر عليه من ساعتها. وبعدها بيكون فتوه ومحدش بيقدر عليه ومش بيهتم للدراسه. المهم ان بعدها بيديه الملف فتستوي طبعا بيفهمه غلط وبيكون رايح علشان يضربه، ولكن لما بيلاقي هاندا بيقدر ان هو يصد الضربات فبيفتكروا ان هو قوي، خصوصا ان هو بيخوف الطلاب كلهم بنظره واحده واللي كانوا رايحين يضربوا تستوي. وتستوي طبعا بعد الكلام ده بيقرر ان هو يروح للمدرسه. وتاني يوم ايزو واصحابه بيتفاجئوا لما بيشوفوا التغير اللي حصل لتستوي، وفي الناحيه التانيه تستوي بيحمي هاندا دايما ومش بيخلي حد يقرب منه. وبعد كده بنشوف شاب اسمه كوندو يوكو
وبيكون مع المجموعة مع هاندا، والطالب دوت بيكون عادي مش مشهور وبيتعامل عادي مع هاندا. وبعدها بيشوف انهم بيتخانقوا علشان هيعملوا ايه دلوقتي. المهم ان هاندا بيقرر ان هو يعمل حلوى البودنج، وكلهم بيلاحظوا ان هاندا مش شاطر في الطبخ خالص يعني، لان هو طبعا بيحط حاجات غريبة على بعضها كده. وبعد شوية بيحصل موقف بيخلي مجموعة هاندا يبطلوا الطبخ. المهم ان بعد كده ما بيتبقاش غير طبق البودنج بتاع هاندا. المهم ان هم بيقرروا انهم ياكلوا من طبق البودنج بتاع هاندا. المهم ان هم بياخدوا القرار وخلاص كده هياكلوا طبق البودنج بتاع هاندا. وطبعا بعد ما بياكلوها بتكون اصعب اكله اكلوها في حياتهم. المهم في وقت الحصه هاندا بيوقع مساحه زميلته بالغلط، وبيكون خايف للبنت تتعصب عليه فبياخد المساحه وبيقرر ان هو يديها لها. وهاندا بيكون عنده صديق كويس اسمه فوجاكا تاكو، واللي بيحب فن الخط زيه. وهاندا طبعا بيكون فاكر ان الناس كلها بتكرهه، وهو طبعا مش عاوز دوت ياثر على كوفاجو. علشان كده لما حد بيقابلهم هو بيستخبى على طول، علشان هو مش عاوز اي حد يتنمر على كوفاجو زي ما بيتنمروا عليه يعني. وهاندا طبعا فاكر ان الكل بيكرهه من ايام سنه اولى، وهاندا كان اول واحد يقابله هو كفاجي، ومن ساعتها وهم اصحاب. المهم ان كفاجي كان رايح يحترف لبنت، لكن البنت دي كانت بتحب هاندا. وساعتها كفاجي بيقول له ان في حد بعت له رساله تهديد، وعلشان هو طبعا غلبان فبيخاف. ومن ساعتها هو بيخاف من اي حد يبعت له رسائل، وبيكون مقتنع ان الناس بتبص له باحتقار في اي مكان بيكون فيه، مع ان العكس الناس بتكون معجبه بيه جدا. وكافوجي طبعا بيحاول ان هو يقول له الحقيقه لكن مش بيلاقي اي فرصه عشان يقول له. المهم ان هانز واصحابه يسمعوا اشاعات ان هاندا بيبيع شعر في الحديقه، وبيكونوا عارفين ان هاندا مستحيل يعمل كده. وهانز والباقيين بيروحوا الحديقه علشان يفهموا اللي بيحصل، وهناك بيقابلوا واحد عامل نفسه هاندا، بس تستوي وديكايدو ما بيصدقوش وبيطلبوا منه تفسير وبيبداوا يضربوا فيه. المهم ان الواد ده بعدها بيعترف ان اسمه هاناداكي ويكون معجب كبير لهاندا. المهم ان هم بيطلبوا منه ان هو يعتذر لهاندا على اللي هو عمله دوت، ولكن لما بيدوروا على هاندا في كل مكان مش بيلاقوه، ولكن بيلاقوا كتابه هنادا اللي هاندا بيصححها. ولما هنادا بيشوف الكلام دوت بيتاثر جدا وبيعتذر منهم، وبعد كده يعني هيكون على طبيعته. وبعد كده بيكون في بنتين بيتفاجئوا ان هاندا بيكون واقف مع ست جميله، وبيصوروه وبينشروه على مواقع التواصل. وبعد كده هاندا بيتفاجئ بالكتابه المكتوبه على الترابيزه بتاعته، وبتكون رساله تهديد ومحدش فاهم مين اللي كتب الرساله ديت. وبعد كده الكل بيكون متفاجئ ان ميوكو بتكون واقفه فوق السطح وبتكون عاوزه تنط. ميوكو طبعا بتكون واقعه في حب هاندا من ساعه ما رجع لها الممسحه بتاعتها، وبتكون مصدومه من ساعه ما عرفت بعلاقه هاندا مع الست الجميله. وهاندا طبعا مش بيكون عارف ايه اللي بيحصل فوق، فبيبدل الترابيزه المكتوب عليها بترابيزه تانية. وميوكو لما بتشوف هاندا بيكلم نفسه فبتفتكر ان هو بيكلمها هي، فميوكو بترجع في كلامها مش بتنط فوق المبنى. المهم ان بعدها بتقابل الست الجميله اللي طلع عليها اشاعات انها حبيبه هاندا، وفي النهايه الست دي بتطلع ام هاندا. والمدرسه كانت قايله لام هاندا ان هو بيواجه صعوبه في الاندماج مع اصحابه، علشان كده بيقترحوا ان هاندا يندمج مع اصحابه. وتاني يوم بيعمل بنصيحه المدرسه بتاعته، ولكن زمايله مش بيفهموه. وفي الناحيه التانيه كوندو علشان بيتعامل معاه عادي من زمان فهو بيرد عليه رد عادي، فهاندا بيفكر ان هو اتحسن ويقدر يتواصل كويس مع زمايله. وبعدها بنشوف رئيسه اتحاد الطلبه واللي اسمها سياكو، وهي بتكون مشهوره جدا، وبيكونوا واخدين عنها فكره انها قويه جدا علشان اللبس اللي هي لابساه اللي شبه لبس الشباب، وبتكون مهتمه بحاله البنات اكتر من الولاد، علشان كده ما بتحبش هاندا بسبب شهرته. وسواكو بتحاول تعمل اي حاجه علشان تهنيه، لدرجه انها بتحاول تخليه يلبس لبس بنات. المهم ان هاندا بياخد بعضه وبيطلع يجري، لكنهم مش بيحلوه وبيجروا وراه لحد ما بيزنقوه. المهم ان بعدها كلهم بيقعوا فوق بعض وسواكو بتقع فوق هاندا. المهم ان في الوقت اللي هاندا كان مغمى عليه فيه صحاب سواكو قالوا لها ان هاندا ضحى بنفسه علشان هي ما تتاذيش. وسواكو اول ما بتسمع الكلام دوت بتكون حاسه بالذنب، وكانت بتكره الرجاله علشان بيستهونوا بيها. دلوقتي بتحترم هاندا علشان انقذها. وبعد شويه هانزا بيصدم لما بيشوف هاندا واقع على الارض، وهاندا بيكون لسه فايق ويكون فقد ذاكرته. وتاني يوم في المدرسة الطلبة بيكونوا بيستعدوا علشان الامتحان، ولما تستوي ونكادو بيتكلموا عن الامتحان بيتفاجئوا ان هاندا بيسلم عليهم بطريقة كويسة، وبيعرفوا ان هاندا مش في حالته الطبيعية. فنكادو وتستوي بيستنتجوا ان في حاجة حصلت له، ويزو بيقول لهم ان هاندا عنده فقدان في الذاكرة، وعلى حسب كلام الدكتور فذاكرته هترجع له قريب يعني. واصحاب هاندا في الناحيه التانيه بيستغربوا من تغيير هاندا لدرجه انهم بيفكروها نادا الولد المزيف، ولكن ايزاوا وباقي اصحابه بيحاولوا انهم يساعدوه علشان يستعيد ذاكرته، وبيخططوا كمان انهم يخبطوه بحاجه على دماغه علشان يرجع لطبيعته. المهم ان هو واقف على السلالم هاندا بيحس بوجع في دماغه، واخيرا بيكون بيستعيد في ذاكرته. لكن في اللحظه ديت هانزا وباقي اصحابه بيزقوه من على السلم، فهاندا بيرجع لطبيعته وبيقتنع ان الكل بيكون بيكرهه، وحالته بتسوء اكتر وبيكون كئيب اكتر من الاول، وده بيخلي الناس تخاف منه اكتر. وبعد كام يوم كافوجي بيقترح على هاندا انهم يروحوا يلعبوا بعد المدرسه، وهاندا بيوافق، لكن لما بيروح بيلبس لبس غريب علشان كافوجي ما يدخلش في مشاكل مع الناس بسببه. وبيعرف ان كافوجي كمان عزم واحد من صحابه، واحد اسمه هاسيجاوا، علشان يلعب معاهم. وهاسيجاوا بيكون شخص لطيف وبيتعرف على هاندا على طول، بيعرف على نفسه وبيكون ضيف هانزو. وبعد كده هاسيجاوا بيقول لهم يلا نخش نلعب، ونشوف هاندا ما بيكونش بيعرف يلعب اي حاجه، لكن هاسيجاوا بيكون بيعرف يلعب كره السله.
تعالى. ولما كافوجي بيروح يشتري مشروب، هاندا وهاسيجاوا بيقابلوا زمايل هاسيجاوا اللي كانوا معاه في التمرين وبيكونوا بيتنمروا عليه، لكن هاندا ما بيسيبش حد يتنمر على اصحابه، وبعد كده بيروح يغير ويظهر بشخصيته الحقيقيه وبيخوف المتنمرين دول، مع انه ما بيعملش اي حاجه، لكن بيظهر بشخصيته الحقيقيه وبيبصوا لهم بس وهم بيكونوا مرعوبين. وتاني يوم في المدرسه هاسيجاوا بيقابل هاندا بالصدفه، وهاسيجاوا بيكون عاوز يساعده، لكن يفتكر الكلام اللي قاله له هاندا ان هو يعمل نفسه ما يعرفوش في المدرسه. وفي الناحيه التانيه هاسوكو بيكون بيضحك على هاندا علشان مش بيكون عنده ثقه في نفسه، وبيكون فاكر ان الكل بيكرهه. وبعدها بيشوف واحد اسمه هانشينجو بيكون بيخاف من هاندا، وهانشينجو بيكون عاوز ينافس في مسابقه جري، لكن هاندا بيكون هزمه مره قبل كده. ولما هنادو بيعرف بيقرر ان هو يساعده لهزيمه هاندا، بس مهما بيحاولوا ما بيقدروش. المهم بيجي مره وبيشوف هاندا بيجري، فهو ما يمسكش نفسه وبيجري وراه، ولكن شاكانجو بيحس ان في حاجه غلط لما هاندا بينط ناحيه اليمين، وبيتفاجئ ان في كلب بيجري وراه. ولما بيستوعب ان هاندا ضحك عليه بيكرهه اكتر من الاول، ويكون مصمم ان هو يهزمه. وبكده بنكون خلصنا النهارده، لكن لو عايزين باقي الاجزاء اكتبوا لي في الكومنتات. ويلا سلام سلام سلام.